في قلب مدينة دبي، محمية طبيعية مجانية، هتقضي فيها وقت كتير ظريف وسط الحاجات الطبيعية، هتشوف فيها اللي عمرك ما شفته. في دبي باركينج فري بالنهار يا جدعان، وقت مواعيد العمل الرسمية الباركينج فري تماما، وهتلاقي حمامات لو في أي حاجة. ده الممر الطويل اللي هنمشي فيه ومش محدد، أو ما ينفعش إن أنت تمشي في أي ممر تاني غير الممر ده لغاية ما توصل للبرج في قلب مدينة دبي. مكان عالمي، المكان ده موجود في دبي. تعالوا معايا أوريكم اللي عمركم ما شفتوه. كل حاجة هنا ممنوع التدخين، ممنوع طيران الدرون، ممنوع أي حاجة، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب. المكان ده يا جماعة من ضمن الكنوز اللي موجودة في دبي لو تعرف توظف وقتك صح. تعال. How are you brother? How is everything? يا بسم الله كده نقول ان المكان اللي احنا موجودين فيه دوت عباره عن محميه طبيعيه فيها 3 ابراج. ال3 ابراج ممكن تروح لها تتفرج فيها على جمال الطبيعه في اي وقت. طبعا افضل الاوقات بتبقى في فتره الشتاء لان الجو بيبقى ظريف مفيش رطوبه عاليه. تعالى اوريك. المكان ده اتاسس سنه 1985، اول محميه طبيعيه، محميه راس الخور. بدا يمر بمجموعه مراحل. هنا هتشوف بوضوح طائر الفلامينكو، ولما خدنا شوية معلومات عن الموضوع لقينا ان المسؤول عن الموضوع دوت بيتم اطعام الفلامينكو مرتين في اليوم، مرة الساعة 11:30 ومرة الساعة 4:30. من ضمن الحاجات الموجودة المكان مكيف بالكامل، فانت هتتبسط حتى لو انت في حر، بس هتيجي وقت معين. في هنا تلسكوب هنشوف فيه الكلام على ايه. حاسس ان انا في الجيش. يا صلاة العين. كل حاجة هتشوف الفلامينكو بوضوح جدا كأنه قريب منك. طبعا ممنوع الدخول او ان انت تمشي في المحمية في اي مكان، هم محددين لك اماكن معينة في السير ما ينفعش تخرج عنها. الموضوع ظريف، كون ان انت تقضي وقت مع اولادك في مكان زي كده ساعة في اليوم، الموضوع جميل، وخصوصا ان هو من غير اي رسوم. يومك جميل، سلام.